بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي عندنا اكتر من بروفايل. عندي 2 باص شعبي، 2 باص كواليتي، و3 باص طبعا، والاي تي اللي هو البروفايل اللي احنا لسه مخلصينه دلوقتي 2 باص برضو و3 باص. تمام. عايزين نعمل حاجتين. اولا نشوف الاول لما يجي لي لون على القماشه هطلعه ازاي. لما يجي لي لون على القماشه اول حاجه هجري عليها هنا، باينه عندك في الفيديو، باينه جدا، كولر تشارت اللي هي اللي قبل الاخيره من تحت. تمام. هدوس عليها دبل كليك، اشوف اللون اللي انا هتحرك فيه مثلا، ولا نفترض مثلا ان هو اللبني، اتحرك فيه واجي اختار اي مكان وادوس اوكي، واشوف انا شغال ار جي بي، واتاكد ان البروفايل اللي تحت الار جي بي هو اللي عندي في الفوتوشوب. تمام. اشوف ار جي بي ولا سي ام واي كي، ولا هشتغل بالبروفايل بتاع المكنه على طول دايركت، وده برده ممكن تستخدمه، بس انا افضل ان انا اشتغل مع الفوتوشوب احسن. تمام. اختار مثلا ار جي بي واقول له على حسب، انا لو عايز التدريجه من نفس اللون اخلي الرقم بتاع الديفيجن ده 10%، عايز ابعد عن اللون شويه اشوف كل درجات الزهري او اللبني اللي عندي اخليه مثلا 20%، فهتلاقي دخل معاه التركواز مثلا شويه، واول حاجات من الحاجات الاخضر. طب لو زودت شويه مثلا خليته 50% هيبتدي يبعد قوي، فانزل لمثلا 10% او 20%. طيب عايز كم مربع؟ هنا الموضوع مفتوح عندك، يعني ممكن مثلا 900. تمام. اعمل 900 انا حر. طيب افرض انا عايز اتحكم في مقاس السواتش عشان عيني تشوف الارقام. عندك هنا الطول والعرض والمسافه بين كل مربع واللي جنبه، فمثلا انا بختار 5 في 5 10 مثلا، اخليهم 10 في 10 10 في 10 هيبقى معقول، هيبقى حلو جدا مثلا. وادي مسافه ما بين كل واحد سنتي او نص سنتي ما بين الواحد واللي جنبه عشان الرؤيه تبقى واضحه، وادوس اوكي. هيبقى الشكل الجميل هنا اهو. تمام. وممكن مثلا لو زومت، بس هي طبعا هتبان على الورق احسن، هتلاقي تحت خالص تحت كل مربع في الايه الرقم بتاع الار جي بي، اهو مثلا هنا 13 205 229. حط الرقم ده على الفوتوشوب يطلع لي المفروض نفس النتيجه على القماشه. تمام. تمام. طيب ناخد فكره سريعه برضو عن السوفت وير كله. انا هنا عندي لستتين، لستة شمال ولستة يمين. هل في فرق ما بين الليستتين؟ لا مفيش فرق، الحاجات اللي هنا هي الحاجات اللي هنا. طيب في فرق ان انا وانا دايس بره في المسطره بتاعتي من بره ما بيقابلكش غير مقاس الفايل، مقاس الطباعه او مقاس الورق اللي انا حاطه على المكنه. فلو انا حاطط ورقه متر 60 هقول له هنا انا شغال على متر 60، حاطط ورقه متر 80 هقول له متر 80. طب ليه انا بعمل كده؟ عشان لما اجي احط صوره او مجموعه صور السوفت وير يهندسها على مقاس الورقه اللي عندي في المكنه، ما تحتاجش ان انت اللي ترصص وانت اللي ترتب. طب حطيت مثلا ايه اكتر من ملف مثلا زي ده وده، وعايز اخليهم جنب بعض، ولنفترض ان هم 20 30 واحد، يعني مثلا هنفترض ان دول اكتر بكتير وبالشكل الوحش ده، عايز ارتبهم في ضغطة ماوس. هاجي هنا عند تولز، نستنج يعني عشة، انا عايز اعششه. تمام. واقول له مثلا لو انا حابب مسافه مثلا نص سنتي ما بين كل واحد واللي جنبه، في الاكس وفي الواي، واقول له انتر، هيستفهم لي باقل هادر للورق. طيب في هنا انت كروتني ودوست اوكي على طول، ايه اللي فوق دي؟ اللي فوق دي بتقول له ان انت لو سمحت مسموح لك ان انت تلفه على حسب الهادر. طب انا مش عايز الف الفايل، انا عايز ارتب الفايلات زي ما كانت محطوطه، فهقفل العلامه واقول له اوكي. تمام. فكده وهو هيعمل حسابه ان هو بيرصص مش هيلف فايلات على حسب المساحه، هيحط الفايل بعدلته. تمام. طيب دي اول حاجه. اللي فوق هنا الاكس والواي ده ايه؟ اللي هو مكان الفايل في المسطره، يعني الفايل ده هو اول فايل فهو بادي من الصفر والصفر. باينه هنا؟ باينه. تمام.
طيب التاني ده والله لا، ده بعد الفايل ده هو في الصفر في الاكس، وفي الواي هو بعد الفايل ده بحوالي 87 سم اللي هو مقاس الفايل اللي قبليه. ده لو عايز اعرف اي مقاسات عن الفايل. طب مقاس الفايل نفسه اهو 59 و28 سم و42. طب عايز اتحكم فيه؟ اتحكم فيه، اخلي ده مثلا 60 سم ينفع. بس انا ما بحبش، انا احب الفايل متصدر من الفوتوشوب بمقاسه عشان ما يحصلش اي مط في اللون واي مط في الرسمه ولا اي حاجه. التصميم ما يخش بالنص بالظبط، بمقاسه على عدل ويظبط بمقاسه بالظبط كده. ويخش على بالظبط البرنامج على طول. بالظبط كده تمام. واقول له هنا 100% لو عايز ارجع لاصل مقاس الفايل. طب عايز امطه، انا حر، انا بلعب، هفك القفل ده عشان ما يخليليش الطول والعرض بيتغيروا مع بعض، اخلي كل واحد في اتجاه، اخلي ده 100 مثلا 100 واخلي ده 50 مطهولي. طب لا انا عايز ارجع لاصله، اقفل القفل تاني يرجع الفايل لاصله 50 في 50 وادوس خليه 100% رجع لاصله. طب عايز الف الفايل من حروف الاي دي وهو عامل لك الاي بشكلها عشان تسهل عليك شويه. تمام. ده الار ده اللي هو الميرور، اللي هو لازم اقلب الفايل عشان لما يتكبس يتعدل. بس هي معموله لك مع البروفايلات على طول ان هو يعمل ميرور على طول. تمام. على طول. فتبقى انت يا دوبك بتحط الفايل، اختار البروفايل ورب واطبع، خلاص ما بعملش اي حاجه. تمام. تمام. طيب في قايمه هنا قلنا بتختفي، بيبقى هنا مقاس الخامه، ولما ادوس على الفايل بتظهر لك نفس القايمه اللي على الشمال. في هنا كات وكوبي وبيست زي اللي ممكن تعملها كنترول سي وكنترول في، شغال معاك عادي جدا. تمام. هنا في كروب لو عايز اعمل كروب من الفايل، بس طبعا لا. تايلينج ده بتاع لو تفتكر البانر لما بيعملوا يقسموا الفايل، لو مثلا فايل 5 متر 7 متر فينيل وعاوز اقسمه عشان العربيه هيتقسم. فطبعا هو الاوبشن موجود بس احنا هنا ما بنستخدموش عشان الاوفرلاب في اللزق ما بين الفايل والتكرار بتاعه بالظبط كده. بس طبعا احنا ما بنستخدمهاش كده، يبقى فاضل لي التكرار. بس ده ممكن نستخدمه في الستاير لو احنا عاملين تصميم واحد مثلا، ممكن تعمل له اوفرلاب مفيش مشكله ان هو يبقى منظر واحد، بس لا من التكرار العادي اسهل من اللي احنا هنعمله دلوقتي، اللي هو هحط الفايل بعرض المتر 60 في متر وهو يكرر. ما هنا في حاجه انا عامل مثلا منظر واحد واخد بالك. فالمنظر ده انا هاخده مثلا ايه 60 و60 وهو انا هطبع عادي جدا. هوري لك دلوقتي برضه من نفس الثانيه اللي هي الموزايك، بيسموها موزايك. طب انا هكرر من هنا ولا اكرر احسن من البرنامج الثاني؟ اكرر من البرنامج الثاني. ليه؟ لان انا لو كررت من هنا هيعملها لك وكل حاجه، بس ياخد وقت طويل جدا في الرب لان الفايل مساحته تكبر. طب لا انا عايز انجز حالي، فهعمل الفايل على مثلا، خلينا نجرب مثلا على ده. تمام. هقول مثلا ان هو هاجي هنا عند موزايك واقول له رابورت كوبيز. دي كوبيز عاديه، ازود كوبيز زي ما انا عايز. تمام. لا انا مش عايز كوبيز، انا عايز تكرار اللي هو بيسموه رابورت، اللي هو ستاير او مفروشات او كده. كل اللي عليك تعمله ان انت تكتب له العرض والطول. لو انت عامل له ديزاين، لو انت عامل الديزاين على عرض متر 60 في تكرار متر، يبقى انت كل اللي هتعمله ان انت تكتب له ان انت عايز تكرره كام متر. تمام. فهقول له مثلا لا ده اعمله لي على متر 60 وكرره لي لو سمحت مثلا 10 متر 100 سم مثلا. تمام. 200 سم خليها مثلا ايه 1000 ولا باش 1000 ما يهنكش 500 هيكررها 5 متر. طبعا ده انا بستبعده. انا مش هعمل كده. انا مش هعمل كده خالص. انا هعمل ايه؟ انا هو حطيت الفايل مثلا، هنفترض ان هو بعرض المتر 60، خليه مثلا متر 60 عشان تتخيل معايا. القفل مقفول. لا 160 مثلا. اروح اقول له اختار البروفايل بتاعي مثلا 2 باص او 2 باص مثلا، واقول له ريب واودي الفايل.
عشان بس بنفس الاسم، نفس فبيقول لك الاسم. هيعمل اوفر رايت، فقلت له مفيش مشكله. فبص برضو على القايمه اللي على اليمين هي نفس القايمه اللي على الشمال، الكروب زايد عليها بس موضوع الايه البروفايل اللي انا قلت لك عليه بتاع الفوتوشوب. تمام. كروبينج لو عايز احط ماركات او حاجه بس ما بنستخدمهاش، والموزايك، ودي كونتور كاتنج دي للقص بس احنا ما عندناش قص. دي بتاعت التكرارات، واخر حاجه اللي هي الخامه اللي انا بشتغل عليه، الورق اللي انا بشتغل عليه ان هو متر 60 المقاس بتاعه بالظبط كده. اجي هنا اجيب ايا كان الفايل، على فكره مش لازم الفايل يعني اللي انا عامله، ايا كان الفايل مثلا وليكن هو لسه ما ربش. لا المفروض رب، بس هو رب فين؟ اي رب